ازيكم عاملين ايه؟ طبعا احنا في زمن التوفير دلوقتي، فانا بكيلو من الدقيق عملت ما شاء الله كميه كبيره من القرص الساده ومن القرص اللي هي اللي بعجوه. دي قرص الافران، طريه جدا هشه جدا، تنفع طبعا في الفطار جنب كوبايه بقى شاي بلبن الصبح، يا سلام. والساده بقى مع حته جبنه كده تبقى روعه. تعالوا شوفوا بقى مقاديرنا مع بعض. عندنا نص كوباية من المية الدافية، عليها 3 معالق كبار من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية او الخميرة البلدي. انا كان عندي الخميرة البلدي واشتغلت بيها، كان حلوة جدا. سبتها بقى تختمر كده مع بعض، وبعد كده بقى حطيت المواد الجافة. عندنا كيلو الدقيق، عليه ملح، وعليه معلقة صغيرة من الشمر واليانسون، ومعلقة من السمسم. واللي هيخليها لك طرية جدا بقى ان انا حطيت كوبايتين من اللبن الرايب. ما عندكيش لبن رايب هتحطي كوباية من الزبادي عليها كوباية من اللبن. وبعد كده حطيت كيس بيكنج باودر. وكان عندي بقى بشر برتقال مجففاه وعاملاه زي البودر كده، حطيته عليه. وبعد كده حطيت بقى كوبايه من السمنه عليها نص كوبايه من الزيت. وقلبت بقى العجينه كده كلها مع بعض، ما تتخيلوش طريه ازاي في ايدي، ولميتها. بصوا، فضلت اعجن فيها، يعني ما تستعجليش عليها، افضلي عجيني فيها لحد ما تبقى طريه معاكي كده وهشه. هنسيبها بقى تختمر مش اقل من ساعه، يعني كل ما تخمريها هتوصلي لنتيجه افضل. بعد ما خمرتها كده وحجمها تضاعف معايا، ابتديت اشكلها القرص اللي انتوا شفتوها معايا. انا هبطت العجينه الاول، وبعد كده بقى جبت صينيه مدهونه زيت خفيف، وابتديت بقى اعمل القرص بتاعتي. انا خدت كوره كده على قد ما تقدري، خلي القرص قد بعض، وابتديت انعمها ما بين ايديا. كل ما تنعميها ما بين ايديكي تطلع القرصه طريه وناعمه معاكي من جوه. وعملت القرص بالشكل ده، ما عملتهاش كبيره، عملتها الحجم اللي انا عايزاه، وسبتها بقى ترتاح. انا بالنسبه بقى للعجوه، أنا كان عندي بلح من السنه اللي فاتت، بلح طري من رمضان السنه اللي فاتت. وحطيت عليه شويه سمنه وسيحتها كده على النار، وبعد كده ضربتها في الكبه. كانت احسن لي من بتاعت بره، واضمن طبعا وانضف. وبعد ما كورتها كور زي ما انتوا شايفين كده، فردتها. وبعد كده جبت قطعة العجين وفردتها اكبر منها، وحطيتها في النص كده، وابتديت اقفلها كده، اضمن ان العجوة تملى القرص كله من جوه، ما تبقاش في حتة يا حتة موجودة وحتة لا. لا، كده اضمن ان العجوة مليانة من جوه. وقفلتها كده كويس قوي زي البقكة، زي البقجة كده من ورا. وبرضو اديتها نفس شكل او نفس مقاس القرص التانية، عشان يبقى كله مقاس بعضه. وعشان اميزها بقى عن القرص السادة، شرطتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ودخلتها الفرن. قعدت معايا حوالي نص ساعة، واول ما خرجت رشيتها بالمية، باي بخاخ كده عندك نضيف، رشيتها بالمية وغطيتها عشان تضمني انها تفضل طرية معاكي. بصوا بقى شكلها هش ازاي وتحفة. يا سلام بقى مع كوباية شاي بلبن وجبنة على الصبح وهي سخنة كده، تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.